ابل واخيرا بعد 15 سنه بتقرر تحط البورت المظبوط USB-C في الموبايلات، حاجه احنا مستنيينها من زمان، حاجه كانت لازم تحصل، واخيرا بقى ممكن تشحن موبايلك بسرعات اسرع وتوصل شاشات وتعمل حاجات كتير جدا، ولكن في مشكله كبيره قوي. يا اهلا وسهلا بكم لكم التكنولوجيا. ويو اس بي يعني يونيفرسال سيريال باس. الباص هو الاتوبيس او الحاجه اللي الداتا بتعدي من خلالها، ويونيفرسال معناها حاجه مشتركه، حاجه العالم كله بيستخدمها. هدف اليو اس بي من اول نزل ان هو يكون الحاجه اللي كل الناس بتستخدمها عشان الموضوع يكون موفر وسهل. ابل ما كانتش بتستخدمه لفتره طويله لحد ما قررت في سنه 2023 ان هي تستخدمه. القرار ده ما كانش قرار ابل، كان قرار الاتحاد الاوروبي ان هم يمنعوا اي جهاز يتباع في اوروبا لو مش بيدعم اليو اس بي سي، سواء كان موبايل او كاميرا او اي جهاز صغير. فبالتالي ابل في الاعلان الرسمي عن الايفون 15 و15 برو قالوا احنا بندعم اليو اس بي سي، وحطوها تحت كده عشان البيئه. احنا اخر ناس بندعمها يا ابل، بس كده دي خطوه كويسه واحنا مبسوطين قوي بيها. خليني اقول لك ان في اختلاف كبير قوي بين الايفون 15 والايفون 15 برو من حيث اليو اس بي سي. اليو اس بي سي الموجود في الموبايل ده مش زي بعض، هنا يو اس بي سي 2.0 وهنا يو اس بي سي 3.2. ده يفرق كتير لان السرعات في الايفون 15 لا تتخطى 60 ميجا بايت في الثانيه او 480 ميجا بت، اما في 15 برو فهي بتوصل لحد 10 جيجا بت او معنى صح 1.25 جيجا بايت في الثانيه. انت بتتكلم عن فرق 20 ضعف السرعه ما بين ده وده. ولو انت شاطر في الحسابات هتعرف ان ده نفس سرعه اللايتنينج اللي كان بيجي في الايفون قبل كده. وخليني اقول لك معلومه، ان السلك بيجي جوه الايفونات هو يو اس بي سي بسرعه يو اس بي 2، مش سرعه يو اس بي 3 او 3.2. فانت لو عايز تجرب الميزات الجديده بتاعه تسجيل البرو ريز 4K على الاس اس دي منفصل، مش هينفع تستخدم ده، لازم تستخدم السلك اللي بيجي مع الاس اس دي بتاعك. وخلينا يا جماعه نجرب الموضوع مع بعض لايف كده. نفتح ابلكيشن الكاميرا، بعد كده نروح لفيديو، نفتح البروريز اتش دي ار، يقول لك هنا الماكسيمم تايم 10 دقايق، بعد كده الميموري هتتملي. نوصل كده الاس اس دي بتاعنا، وهتلاقي اوتوماتيك اليو اس بي سي متوصل والنقل اتحول ليه على طول، والماكسيمم تايم بقى 74 دقيقه. علم يا جماعه الاس اس دي ده 2 تيرا بايت تقريبا، 1.5 تيرا بايت منه فاضيين، 74 دقيقه بيعملوا 1.5 تيرا بايت، رقم مهول. خلينا كده نجرب نصور شويه، نجرب كده نصور حته كده لذيذه بالموبايل ونحطها جوه الفيديو. ده الكاميرا الفرونت بتاعه الايفون 15 برو ماكس على الاتش دي ار الجديده. ايه اخبارها؟ عجباكم؟ حلوه؟ انا شايف ان هي اصلا مديه دايناميك رينج ممكن يكون اعلى من الكاميرات البروفيشنال اللي قصادي دي، بس طبعا كعزل وكده اكيد هتكون اقل شويه. بعد ما نخلص بقى نروح قافلين تسجيل، واوتوماتيكلي المفروض الحاجه دي تكون بتنقل للاس اس دي. هو حاليا في بعض الباجز وكل شويه بيهنج وبيقفل وكده، وبتحتاج ان انت تريستارت الابلكيشن، بس كده دي باج كده من الحاجات اللي لسه نازله في الايفون، وهتلاقيها اتحلت كمان حاجه قصيره. ولكن الفكره دي فكره جامده قوي. تيجوا نبص بصه كده نتاكد ان الفايل اصلا اتسجل. هنا البجايه بس يا جماعه ان هو يا دوبك نقل ثانيه واحده من ال6 ثواني، فهي في بعض المشاكل في الموضوع ده، بس تمام كلها دي باجز وهتتحل. الثانيه دي 700 ميجا بايت ثانيه. وخلينا نتكلم على اليو اس بي سي وسرعه الشحن. السؤال هنا، هل اليو اس بي سي ده زود سرعه الشحن بتاعت ال 15 برو؟ الاجابه هي بيقول انت ممكن تستخدم سلك اليو اس بي سي الجديد من اللي جه مع الايفون جوه ال 20 واط شارجر بتاعك القديم، ولكن لو عايز تحصل على سرعات شحن اعلى ممكن تستخدم شاحن الماك بوك بتاعك، وده على السبورت بيج بتاعت ابل الرسميه. الرقم الرسمي مش معروف، نزلت بعض الابلكيشنز وحاولت اقيسه، الرقم ده كان بيوصل تقريبا ل 30 ل 35 واط. كل الناس متوقعه على الانترنت اللي هو الرقم ده هو 35، وعمل استخدامي اعتقد الرقم ده هيكون مظبوط، ودي سرعه الشحن الجديده بتاع الايفون 15 برو ماكس وهي 35 واط. ايه تاني بتستفيدوا من اليو اس بي تايب سي؟ دلوقتي تقدر تشحن اي اجهزه تانية من ابل، حاجه مثلا زي الايربودز باليو اس بي سي من جوه موبايلك. يعني تمسك الايربودز كده، تمسك موبايلك كده، تروح موصل الموبايل في الايربودز، تلاقي عملت الصوت بتاعها ان هي بتشحن ومنوره. والكلام ده يا جماعه بيشتغل على اي جهاز. انت ممكن توصل الايفون بتاعك بالايباد وموبايلك يشحن الايباد، الجهاز اللي فيه باور اعلى هيكون بيشحن التاني، بس الكلام ده ما بيشتغلش مع اجهزه اللايتنينج. لو انت ايفونك يو اس بي تايب سي 15 وبتشحن ايفون 13 والموبايل التاني 80% وموبايلك 50%، هيطلع باور من السي وهيودي اللايتنينج، ولكن سي لسي هيشوف مين اعلى ويدي للتاني. بس عارفين ايه الاروش؟ ودي كانت حاجه احنا فعلا محتاجينها، ان واخيرا يا جماعه واخيرا بقى ممكن تعمل حاجه يعني المفروض تكون معموله من زمان. بص معايا كده، انت دلوقتي انت ممكن تشيل الشاشه الحلوه دي من الماك، انا عارف، انا شايف الحماسه في عيون الناس دلوقتي، وتروح موصلها في الايفون عن طريق سلك عادي جدا 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 يعني. لا ومش بس كده، انت ممكن تفتح صوره مثلا تقلبها وتروح عامل فيها زوم، تخليها فول سكرين. حاجه كنا فعلا محتاجينها، حاجه يعني اتاخرت جدا جدا.
بقى ممكن تعمل كل الحاجات دي وتقعد تقلب ما بين الصور وتشوف حاجتك على شاشه كبيره. يعني ما كانش لازم خالص يا ابل ان انا اروح ادفع في ابل تي في، ممكن اعمل كده موبايل عادي جدا. اخيرا جت. ويا جماعه دي مش شاشه سمارت ولا حاجه، دي اغبى شاشه انت ممكن تشوف في حياتك. ده سلك سي عادي جدا بيتوصل من سي ل اتش دي ام اي، من سي لفيجا، من سي لاي حاجه، وبيعادي يوصل في الشاشه ويشغلها من موبايلك. ميزات اليو اس بي سي الصراحه اللي قدمها ايفون 15 برو ميزات مهمه جدا، اتاخرت كتير جدا ولكن هي من اهم الميزات، وبصراحه من وجهه نظري بتفتح استخدامات الايفون لحته ثانيه خالص. الدنيا ضلمت علينا، جه وقت النوم، هننام وهنصحى في فيديو تاني بكره. في كل يوم عندنا فيديو لحد الاسبوع اللي جاي. فتاكد تكون مشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفكم